نصيحة محب لازم تسمعها. والله لا سعادة ولا صحة ولا أموال ولا شهرة ولا حتى مناصب راح تحميك من ضربات القدر المفاجئة. فالله الله يا أخوك خذ الحذر وكن عبد مؤمن لبيب. فدائما أول شيء تبدأ بيومك هي صلاة الفجر، والصلوات بشكل عام حافظ عليها، حافظ على أذكارك ووردك اليومي، وكن مستعد لأي قدر يصيبك. فكم سمعنا في هذه الدنيا بأن فلان توفى، خبر يصدمك ويصيبك بالفاجعة. فالله الله مثل ما تسمع الأخبار عن الناس راح يسمعون عنك الخبر يوم من الأيام، وبإذن الله تعالى بأنك تقابل الله سبحانه وتعالى بعمل يرضيه عنك. فالحذر يا أخوك، فالحذر، فوالله أني اللي يتحدث أمامك إن كان يوم من الأيام بكامل صحته وعافيته، لكن كنت في غفلة وضياع، وفجأة ما صحيت إلا وأنا في العناية المركزة. فالحمد لله أن الله رد لي صحتي وعافيتي وردني إليه ردا جميل. أسأل الله أن يحسن خاتمتي وخاتمتكم ويوفقكم جميعا. كن حذر وكن مستعد لأي ضربة مفاجأة تصيبك. وفقك الله.